كنت خايف انت طبعا على طول من الشماتة فيك بعد ما تموت. لما شفت الشماتة في نبيل الحلفاوي وفي تهاني البغالي والأشكال الوسخة كلها ومفيد فوزي، بعد ما غاروا في 60 داهية، ازاي الشعوب العربية وخاصة الشعب المصري كان فرحان فيهم. كنت بتقول احموني من الناس دي، وكنت بتستنكر الناس ليه بتكره الإعلاميين الأوساخ الأنجاس اللي زي حالاتك يا علقة أديب. صح صح. طبعا كنت مرعوب ان انت لما تموت يحصل لك كده، وكنت بتعبر عن ده في كل مرة بيهلك فيها واحد من افراد العصابة او الداعمين للعصابة او اللجان الالكترونية المسمى اعلاميين زمايلك. جه عليك الدور، بس جه عليك الدور اصعب من اللي ماتوا. اللي ماتوا دول خلاص ماتوا، فهمت؟ بين ايدين ربنا بقى بيحاسبوا على المشاريب هناك. لكن انت عايش وشفت كره الناس ليك وهم شمتانين في بيتك اللي اتخرب، شمتانين انك طلقت الخنزيرة اللي انت كنت متجوزها. صح صح. الناس كلها مهما كنت بتكرهها، مهما كنت مش طايقها، مهما كنت مش طايق اللي قدامك، مهما كنت مختلف معاه، مهما كنت بتتمنى له الشر، الناس لما بتسمع فلان اتخرب بيته وفلانة اتخرب بيتها بيحس ان في غصة في قلبه، بيحس ان هو اتضايق. انت الوحيد او انت من المعدودين على الايد يعني اللي انا سمعتهم بيتهم اتخرب الناس كلها بتحتفل والشمتانة فيه. انت طبعا والاستاذة ابليس اللي انت كنت متجوزها. إيه ما سألتش نفسك ليه؟ ده ما يرجعش كده، يخليك تعمل يو ترن وتعرف ان الفلوس الحرام اللي انت كسبتها يعني في الاخر خالص هتكون عليك حسرات. وحتى لو ملموم على مزة جديدة فمش عشان انت جون ترافولتا، انت راجل اساسا، راجل يعني مريض وماشي بالعافية على رجليك، وصلت من العمر ارزله. يعني مفيش مزة اصلا هتعبرك غير عشان الفلوس اللي وراك. هتاخد الفلوس اللي وراك وترميك زي الكلب. يعني شفت نهايتك نهاية فعلا تليق بيك، تليق بكل كلب مؤيد لهذا النظام الوسخ، نظام عبد الفتاح السيسي. جاسوس الكيان، بايع أرض مصر وقاتل شعبها. مبروك يا عمورة الطلاق يا عمورة.